السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا فرحانين ومهنيين وانتم تشوفوا في الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة المقيرط، وصفة بزاف سهلة نعتمدها كل مرة كل ما ندير المقيرط. هذه هي الوصفه اللي نديرها، سهله ما فيهاش بزاف مقادير. نعطيكم بعض الخطوات هكا باه يخرج لكم يذوب في الفم ويتفتت ويجيكم بزاف بنين. خياتي يموتوا عليه. كي جات اختي هذه الكبيره للدار، ايا قالت لي سميشه ديري لنا المقيرط، خاطر ذاقته المره اللي فاتت بعثت لها شويه. هي كي جات قالت لي لازم ديريه هنا في هذه العطله. وثاني حبيباتي بغيت نقول لكم خلوا لي لايك للفيديو، كومونتير شباب كيما نتوما، واللي مازال ما اشتركتش في القناه اشتركي، ياك ما كي خاسره والو. بالعكس راح نمد لكم وصفات بزاف ساهلين اللي نعتمدهم كل مره. اي وصفه تخرج لي وتجيني بنينه نشاركها مع خياتي. ربي يحفظكم ان شاء الله. وننتقلوا مباشره للوصفه. الوصفه فيها 2 كيلات تاع سميد متوسط، يكون من النوعيه الجيده. كما راكم تشوفوا خياتي انا عبرت بالبول تاع الشوربه، ما هو كبير بزاف ما هو صغير بزاف، الحجم تاعو متوسط. وانتم خياتي لا خفتوا من هذه الوصفه ولا خفتوها ما تخرج لكمش، عبروا بالكاس، سيو كميه قليله. ومن بعد في المره الجايه ان شاء الله اكيد راح تعجبكم الوصفه. عبروا بالبول تاع الشوربه. فوالا درت ملعقه تاع ملح في هذاك السميد، ومن بعد بنفس البول اللي عبرت به درت نص تاع سمن ذايب، وكملت الربع هذاك بالمرقارين. يتسمى درت بول غير بوع تاع سمن ومرقارين. نتوما ثاني ديروا نص تاع سمن وكملوا الربع هذاك بالمرقارين يكونوا ذايبين. وكما راكم تشوفوا خياتي طريقه سهله. حطي هذاك ليدام كامل في السميد تاعكم وقعدوا هكا تحبكوا فيه حتى يدخل مليح في هذاك السميد. ومن بعد خياتي خليته يريح من نص ساعة حتى لساعة. كما راكم تشوفوا غطيته وخليته يريح هذا مكان. وفي نفس الوقت رحت درت تمر تاعي، درتو اي فور. هنايا كما راكم تشوفوا تمر درت وحده مشريه عاديه ما كنتش صنعته في الدار، خليته يفور حتى يطرى مليح. نقيته كامل من هذوك الشوائب اللي فيه، هذوك الحبيبات ولا العلف هذوك يكونوا فيه من ذاك، نحيتهم وخليته على جهه. ومن بعد هنا خياتي بعد ما فاتت ساعة حكمت هذاك السميد. نقصت درت كمية قليلة فقط، نشمخوه غير بالعقل ما نشمخوش كامل الكمية ومن بعد ينشف لنا. لا نحكموا كمية قليلة من السميد ونبداو نشمخوه فيه بالعقل. شوفوا خياتي هنايا السميد اللي استعملته انايا شويه رايح للخشونيه، زعما ماهوش متوسط مخلط بالرطب، لا جاي شويه خشين. صح مليح بزاف للمقيرط ولا المقروط بصفه عامه. كنت نشمخ فيه والماء هذاك قويت له شويه كاع هكاك وشرب هذاك الماء وبديت اشوفه هنايا بدا يتلملي. وثاني ما درتوش قاصح بزاف، طلقته كما راكم تشوفوا طريخ خلاص هذيك العجينه هكا باه تساعدكم باه تشكلوه. وثاني يجي بزاف هايل. هذه هي الطريقه كما تشوفوا ماهوش ما لميتوش عجينه كامله، لا خليته شويه زعما يتفتت لي في يدي، شمخته مليح. وهنا خياتي بديت نشكل فيه. حكمت كميه. نتوما الا كنتو فوق البوطاجي تاعكم عريض ويساعدكم ديروا حربوش كبير. انا كنت في دي بلاصه صغيره دائما نستخدم كميه صغيره غير باه نوريكم في التصوير. المهم خياتي هنا حليته هكا في الوسط، ومن بعد حكمت هذاك التمر زدت عجنته شويه وشكلته كذلك حربوش ودرته في وسط هذاك السميد. كما راكم تشوفوا طريقه بزاف سهله. المهم تعرفي كيفاه تشكليه والقوام تاع العجين يكون ما ماهوش قاصح بزاف. ثاني بغيت نقول لكم تقدروا تضيفوا هذاك التمر تضيفوا له جلجلان محمص هكا يعطي قو بزاف شباب للمقيرط تاعكم. ولا ما عندكش جلجلان عادي زيني. انا كان عندي غير كميه قليله خليته متالي باش نزين به. هذا مكان ما درتش في التمر. وهنا خياتي بديت نقطع في الحربوش هكايا مقيرطات صغار. نتوما والحجم اللي بغيتوه ولا الشكل اللي بغيتوه تقدروا ديروه مدور ولا مقيرطات كما درت انايا. المهم نتوما واش تبغوا تشكلوه.
وهنا خياتي كنت سخنت الزيت ونقصت له كامل في التالي، ودرت الحبات تاع المقيرة تاوعي وما خلطتش فيهم، خليتهم حتى حماروا من تحت باش نقلبهم للجهه الاخرى. طريقه بزاف سهله، ما راحش نتحل لكم في المقله، بصح كما قلت لكم لازم العجينه ديروها تشمخوها بكميه قليله، ما ديروش العجينه كامل تشمخوها، راح ينتحل لكم في المقله وما راحش يجيكم حاكم روحو. المهم حبيباتي هنايا بعد ما قليته كامل نصفيه مليح في الزيت ونحطو ديريكت في الحسل ما كنتش سخنته ولا درتو هكاك بارد. راح نعسلو مليح مليح ومن بعد نصفيه كيما راكم تشوفوا. هذه الطريقه بزاف سهله. خياتي نسيت ما قلت لكمش حاجه، الماء اللي لميت به العجينه ما ضفتلوش ماء الزهر، الا بغيتوا تضيفوا له قطرات فقط، انا ما بغيتش نضيف له باه يشد لي اطول مده ممكنه وما يقرصش. المهم نتوما والاختيار تاعكم، تقدروا تضيفوا له تقدروا لا. بالنسبه للتزيين انا حكمت غير شويه تاع جلجلان وزينته من الفوق بهذه الطريقه. الا ما كانش عندكم عادي ما فيها حتى حاجه، زينوه بالكاوكاو ولا اي حاجه كانت متوفره عندكم. هذه الطريقه تاعي اللي نستعملها، ان شاء الله تستفادوا منها وجربوها، اكيد راح تعجبكم خاطر شي يجي بزاف بنين ويذوب في الفم. شوفوا راح نوريكم هذه الحبه كيفاه جات. شهيتكم في الجنه حبيباتي، وان شاء الله الوصفه تستفادوا منها كما قلت لكم. وما تنساوش تخلوا لي لايك للفيديو وبارطاجيوه مع اصحاباتكم وحباباتكم. ما يبقى لي نقول لكم غير تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه.